احذر عبد الله مقت الله، احذر عبد الله غضب الله، وتذكر قوة الله وسلطانه، وتذكر نقمة الله، وأن الله عز وجل عليك قادر، وأنك لن تفلت منه. أرضك تقلنا، وسماؤك تظلنا، وهواؤك نتنفس به، ومن رزقك نأكل ونشرب ونرتع ونلعب، ومع ذلك نعصيك ليلا ونهارا. ما من يوم يصبح عليه العباد إلا وهم في عصيان لا يعلمه إلا الله، إلا من رحم الله. معاشر المسلمين، لا تنسوا قدرة الله ولا تتناسوا قدرة الله سبحانه وتعالى. الله قدير علينا لا يعجزه عاص. تسجيلات مسجد بلال بن رباح بصنعاء تقدم لكم. أخذهم بجناح واحد، ما استعمل أجنحته كلها، وإنما استعمل جناحا واحد لهلاك قوم بأكملهم وقرية بأكملها. أخذها حتى رفعها إلى عنان السماء، ثم قلبهم على رؤوسهم، فلم تبقى إلا كلابهم سمع نبيحها. أما أولئك فقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى. جناح ملك أهلك أمة وأهلك قرية بكاملها. أفنأمن بعد ذلك مكر الله؟ أليس الله عز وجل يعلم كل شيء وأنه عليم بكل شيء؟ الجواب بلى، والقرآن مليء بالآيات التي تدل على كمال علمه، فعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وهي عبارة عن خطبة جمعة للأخ الفاضل أبي أسيد عادل بن أحمد الوصابي حفظه الله تعالى. حبس الله العالم في زماننا بفيروس كورونا، بفيروس لا تراه الأعين، بفيروس لا يرى بالعين المجردة. حبس أمريكا في منازلها وأوروبا في بيوتها، ما استطاعوا أن يزاولوا أعمالهم ولا أن يمارسوا وظائفهم ولا أن يخرجوا إلى مطاعمهم ومشاربهم. ورأى الناس ما رأوا من قوة الله وحبس الله لهم بفيروس لا تراه عينهم المجردة. فكيف بمن هو أعظم؟ فكيف بمن هو أعظم؟ فاحذر عبد الله، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. وهي بعنوان وما قدر الله حق قدره. سجلت هذه الخطبة ب13 من ربيع الأول لعام 1442 للهجرة. والآن نترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا أن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. الآية. وقال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه في كتابه الكريم: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. 3 آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الآية الأولى، وفي سورة الحج الآية التي تليت بعدها، وفي سورة الزمر الآية الثالثة. كلها فيها بيان من الله سبحانه أن الناس ما قدروا الله عز وجل حق قدره إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ففي الآية الأولى في آية الأنعام يشنع الله عز وجل على اليهود وعلى المشركين الذين قالوا ما أنزل الله من شيء، أي ما نزل شيء من عند الله يدل عليه ويهدي إليه سبحانه وتعالى، وقد كذبوا في ذلك. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتبا وأرسل رسلا من أجل أن يهدي الرسل وتهدي تلك الكتب تلكم الأمم، تهديهم لمعرفة خالقهم وبارئهم وماذا أراد منهم سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ من الذي أنزله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فحينئذ سيهجم القوم، لأنهم يعلمون أن التوراة إنما أنزلها الله على رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، فيها الهدى لتلكم الأمم التي نزل عليهم هذا الكتاب العظيم الذي أنزله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. فتلك فرية عظيمة افتراها اليهود وافتراها المشركون، حيث قالوا هذه المقالة الآثمة وهم يعلمون كذبها وزيفها، ومع ذلك رد الله عليهم وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد عليهم بهذا الرد. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس، هدى يهدي به الله عز وجل الناس بهذا الكتاب العظيم، يهدي به من اتبعه وسار على ما فيه. وفي هذه الآية العظيمة بيان عظيم من الله سبحانه أن من الناس وهم الكثير
بالكثير وليسوا بالقليل ممن لم يقدر الله عز وجل حق قدره. ويا عجبا لأولئك القوم كيف قالوا هذه المقالة وهم يعلمون أنها فرية على الله وافتراء على الله وتهمة لله سبحانه وتعالى، حيث في هذه التهمة اتهام لله عز وجل بأنه ما أنزل الكتاب وما أنزل عليهم شيئا يهتدون به إليه سبحانه، وما أنزل عليهم شيئا من الكتب التي تعرفهم به وتهديهم إلى مراده سبحانه منهم. فهذه فرية عظيمة وقول عظيم، حيث ينسب إلى الله عز وجل أنه ما أنزل على عباده شيئا يدلهم عليه ويعرفهم به ويهديهم إلى ما أراد الله عز وجل منهم. فهذه فرية وما أعظمها من فرية، وكلام عظيم ما أعظمه من كلام، وقبيح وما أقبحه وما أشبه ذلكم الكلام بكلام يتردد كثيرا وكثيرا بأن ليس هناك شيء يهدي الناس في هذه الأزمنة إلا ما جاء في القرآن وحده، وأن السنة قد حرفت وغيرت وأنها بدلت. ما أعظم هذه الفرية! ومن الذي يدل على الله؟ ومن الذي يبين أحكام الله؟ ومن الذي يهدي إلى الله؟ ومن الذي يفسر كلام الله ويبين مراد الله سبحانه؟ إذا كانت السنة النبوية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم قد غيرت وحرفت وبدلت، وأن ما هو موجود في أيدينا اليوم أنه كذب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولماذا يحيل الله عز وجل على رسوله؟ أليس الله عز وجل يعلم كل شيء وأنه عليم بكل شيء؟ الجواب بلى، والقرآن مليء بالآيات التي تدل على كمال علمه، فعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا قلنا أن السنة قد غيرت أو أنها ستغير وستبدل وأن ما في أيدينا اليوم هو كذب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا ملئ القرآن بالإحالة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. إذا كانت السنة حرفت فكيف نعرف ما آتانا رسولنا صلى الله عليه وسلم وما جاءنا به؟ وإذا كانت السنة غيرت وبدلت فكيف نطيعه وقد قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ كيف سنطيعه؟ وكيف سنهتدي لطاعته؟ وكيف سنتعرف لهديه على هديه؟ وكيف سنعرف سنته وطريقته إذا كنا نزعم أن طريقه قد غير وأن سنته قد بدلت وأن منهجه قد حرف؟ هذه فرية وما أعظمها من فرية، وهذا كلام عظيم لا يجوز لأحد أن يقوله ولا كذلك أن يعتقده. ويشبه هذا تهمة الصحابة رضي الله عنهم بأنهم قد كفروا بالله بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يرضى عنهم وهم سيكفرون؟ كيف يخبر الله عنهم برضوانه عليهم وأنهم رضوا عن الله
عنهم راض، ووصفهم الله بالرضوان في آيات كثيرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف يصفهم الله بهذا وهو الذي علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة؟ إذا كان يعلم أنهم سيكفرون بعد موته، أو أنهم سيغيرون ويبدلون، فكيف يرضى عنهم ويرضى عنهم رسوله؟ ما قدر من قال هذا القول، ما قدر الله حق قدره. وهكذا من طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهمها بالزنا، كيف يزوج الله رسوله بامرأة يعلم أنها ستزني؟ هذه فرية، وما أعظمها من فرية، ومقالة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض منها وتخر الجبال منها خرا وتندك الأرض منها دكا. أيها الناس، ما قدر الله حق قدره من وقر هذا الكلام في قلبه، ومن انطلت عليه هذه الفرية العظيمة. وقال الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ذكر هذه الآية سبحانه في آخر سورة الحج رادا على المشركين الذين عبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام وخلقوا أشياء بأيديهم، خلقوا أشياء من صنع أيديهم، ثم ادعوا لها الربوبية والألوهية، فعكفوا على عبادتها وعكفوا على التوجه إليها. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يرد الله على المشركين أن ما قاموا به من العبادة لغير الله أن هذا افتراء على الله، وأن هذا يدل على ضعف عقولهم وعلى ضعفهم، وأن هذه المخلوقات التي صنعوها بأيديهم من أوثان وأصنام ثم توجهوا لها فعبدوها من دون الله عز وجل، كيف يعبدونها وهي لا تغني عن نفسها شيئا؟ إذا وقع عليها الذباب لا تستطيع أن تستنقذه ولا أن تطرده من عليها، لا تستطيع ذلك، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها ولا أن تستجلب لنفسها نفعا، فهي حجارة وأخشاب صنعوها بأيديهم، فكيف يتوجهون لها بالعبادة؟ ما قدر من فعل هذا، ما قدر الله حق قدره. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هؤلاء الذين عبدوا الأوثان والأصنام وعبدوا القبور وتوجهوا إلى الأضرحة ودعوا الأموات ونادوا الأولياء واستغاثوا بهم وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله من دفع الضر وجلب النفع، هل يستطيع هؤلاء أن يجلبوا لأنفسهم نفعا أو أن يستدفعوا عن أنفسهم ضرا؟ الجواب لا. وانظر إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما دعا قومه فكذبوه، فذهب إلى أصنامهم فكسرها وحطمها، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لو كانت آلهتهم وأصنامهم وأوثانهم تملك لأنفسها ضرا، تملك لأنفسها نفعا، أو تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرا، ما كسرت وما حطمت ولا نطقت بمن كسرها وحطمها.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. ارجعوا إليهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. رجع بعضهم إلى بعض القول يلوم بعضهم بعضا أنتم الظالمون، كيف تعبدون هذه الأصنام التي لا تستدفع عن نفسها الضر ولا تستجلب لنفسها النفع، ولو كانت تستطيع أن تدافع عن نفسها لدافعت، إذا لا تستحق العبادة من دون الله. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهكذا كل من أتى إلى القباب وإلى القبور والأموات فدعاهم من دون الله عز وجل، فهذا ناقص العقل لا يفقه. لو كان هؤلاء الأموات وأصحاب القباب والقبور والمدفونون في أوساطها يستطيعون أن ينفعوا أحدا لنفعوا أقرب الناس إليهم. انظر إلى كثير من قراباتهم فيهم الفقراء، فلو كانوا يستطيعون أن ينفعوا أحدا لكان أقاربهم من أغنياء الناس. وانظر إلى أقارب هؤلاء الأموات والأولياء الذين يدعون من دون الله، لو كانوا يستطيعون دفع الضر لما رأيت لقراباتهم ولا لمن يتصل إليهم بقرابة، لما رأيت منهم فقيرا ولما رأيت منهم ضعيفا ولما رأيت منهم ذليلا ولما رأيت منهم أحدا محتاجا إلى أحد من الناس. فكيف يملكون لغيرهم شيئا من المنافع وهم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم ولا يستطيعون أن يدفعوا الضر عن أنفسهم ولا يستطيعون نفع قراباتهم ولا يستطيعون دفع الضر عن قراباتهم. فيا أيها الناس، الله وحده هو الغني الحميد، وهو سبحانه الذي يجب أن يعبد دون ما سواه، ولا يجوز لأحد أن يطلب شيئا من المنافع أو دفع المضار إلا من الله سبحانه الذي يستطيع أن ينفعك ويستطيع أن يدفع عنك الضر. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه في الآية الأخرى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الآيات الثلاث التي يبين الله سبحانه وتعالى حال كثير من عباده وأنهم ما قدروه حق قدره، إنها لتدعون إلى الانتباه واليقظة، وتدعون إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتذكرنا بعظمة الله سبحانه وتعالى. وتأمل أخي المسلم هذه الآية الأخيرة في سورة الزمر، حيث يبين الله سبحانه وتعالى فيها أمرا عظيما تدل على كمال قدرته وعلى كمال عزته وعلى كمال قوته، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه. وما قدر الله حق قدره،
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عبد الله، تأمل في هذه الآية لتستخرج منها فوائد عظيمة، منها كمال قوة الله. من يملك مثل هذه القوة؟ لا أحد، إنها قوة الله. الأرض كلها في قبضته، الأراضون 7 وليست واحدة، مليئة بالجبال، مليئة بالأشجار، أرض واسعة مترامية الأطراف، ما أعظمها وما أوسعها وما أكبرها، وهي في قبضة الله يوم القيامة. نعم، هي في قبضة الله. أفنفر أنا وأنت إن عصينا الله من قبضته؟ أفنفر أنا وأنت من قبضته إن عصيناه؟ كلا والله. إذا كانت الأرض كلها وهي 7 في قبضة الله يوم القيامة، ما أعظمك يا رب يا الله، ما أعظمك يا الله، وما أقواك وما أضعفنا وما ألطفك بنا يا الله. نعصيك ونحن في أرضك، ولو شئت أن تسقط السماء علينا لأسقطتها، ولو شئت أن تزلزل الأرض من تحتنا لزلزلتها، ولو شئت أن تغرقنا بالبحر الذي هو تحت أمرك لأغرقتنا، ولو شئت أن تحبس الهواء الذي هو تحت أمرك لحبسته عنا، ولو شئت أن تسقط الجبال علينا لأسقطتها، وتحلم علينا ونحن نعصيك. أرضك تقلنا، وسماؤك تظلنا، وهواؤك نتنفس به، ومن رزقك نأكل ونشرب ونرتع ونلعب، ومع ذلك نعصيك ليلا ونهارا. ما من يوم يصبح عليه العباد إلا وهم في عصيان لا يعلمه إلا الله، إلا من رحم الله، من أكبر معصية إلى أصغر معصية. الشرك قائم وضارب بأطنابه، البدع قائمة وضاربة بأطنابها، المعاصي من كل مكان لا يحصي عددها إلا الله، ولا يعلم بقدرها إلا الله. ما من بيت إلا وفيه من المعاصي ما لا يعلمها إلا الله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. معاص حتى في هيئتنا وخلقتنا التي خلقها الله غيرنا منها ما غيرنا، وسمعنا ما حرم الله علينا، وقلنا ما حرم الله علينا، وما منعنا من أن نقوله، ونظرنا إلى ما حرم الله علينا النظر إليه، ومشينا إلى الأماكن التي لا يحبها الله، وبطشت أيدينا بكل منكر إلا من رحم الله، والناس مستقلون ومستكثرون، ولا ينجو من ذلك إلا من نجاه الله. نسينا أن الأرض في قبضته يوم القيامة، فمن أنا وأنت أمامه، وما قدرتنا وقدرتك عنده وعند قدرته، وما قوتنا أمام قوته. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. 7 سماوات، ما بين سماء والتي تليها مسافة 500 عام، فيها من الملائكة ما سمعتم بالملايين التي لا يحصيها إلا الله. سماوات 7 طباق عظيمة لا يبلغ البصر إلى منتهاها ولا إلى نهايتها، وهي مطوية بيمينه يوم القيامة سبحانه وتعالى. الجبال يجعلها الله هباء منثورا، تراها تمر كمر السحاب. من الذي أجراها وجعلها تمر مر السحاب؟ إنه الله الذي أرساها في الدنيا وثبتها، إنه هو الذي أمرها أن تمر مر السحاب يوم القيامة. من الذي يشقق السماء؟ إنه الله، ويجعلها تتشقق وتتفطر. من الذي يسجر البحار ويجعلها تتفجر؟ إنه الله سبحانه وتعالى.
من الذي يجعل الأرض والجبال دكا دكا؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. معاشر المسلمين، لا تنسوا قدرة الله ولا تتناسوا قدرة الله سبحانه وتعالى. الله قدير علينا، لا يعجزه عاص، ولكنه رحيم وحليم. ومن رحمته ومن حلمه أنه يمهل العاصي، وأنه يؤخره لعله يتوب، لعله يرجع، لعله ينيب، لعله يقلع، لعله يستغفر، لعله يتذكر عظمة الله وقدرة الله. ما أعظم صبر الله علينا، وما أجرأنا على معاصيه، نعصيه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ولا يغيب عليه سبحانه وتعالى من أعمالنا شيء، ويحلم بنا سبحانه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الله آخذ كل مذنب بذنبه في حينه ما ترك دابة تدب على وجه الأرض، ما ترك من يعصيه طرفة عين، ولكنه يمهل. ذكر أهل السير والتفاسير في قول الله عز وجل عن فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، أن الله أمهله بعد هذه المقالة 40 سنة لعله يرجع، لعله يتوب. أرسل إليه نبيان ورسولان كريمان عليهما الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يتوب ولم يرجع، فآخذه الله بعد ذلك بذنبه بعد هذه الفترة الطويلة. وهكذا الأمم السابقة ما أهلكهم الله بذنوبهم أول ما فعلوها وأول ما ارتكبوها، وإنما أخرهم وأجل عقوبتهم لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون، لعلهم يتوبون. فلما عتوا عن أمر الله عز وجل وكذبوا رسله أهلك منهم من أهلك بالغرق والصيحة وغير ذلك من أنواع العقوبات التي تقرؤون في كتاب الله. وما ذلك عنا ببعيد، إن أبينا إلا عصيان الله. فلا تظن أن الله عز وجل حين يمهلنا وحين يؤخرنا ويؤجل نزول العذاب عنا أن الله عز وجل غافلا عما يعمله الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله ليس بغافل عما يعمله من يظلم نفسه ويظلم غيره. الله ليس بغافل، والله ليس بعاجز. الله عز وجل مطلع على أعمالنا وأقوالنا، وقادر على مؤاخذة كل عاص منا، ولكنه حليم. فاحمد الله عز وجل يا عبد الله، يا من أمهلك الله إلى هذه الساعة، وأعلنها توبة فيما بينك وبين الله من الشرك الأكبر وما دون ذلك من المعاصي والذنوب التي لا يزال الكثير منا مصرا عليها. احذر عبد الله مقت الله، احذر عبد الله غضب الله، وتذكر قوة الله وسلطانه، وتذكر نقمة الله، وأن الله عز وجل عليك قادر، وأنك لن تفلت منه، وهو ليس عنك عاجز. تذكر هذا كله وارعوي، تذكر هذا كله وانتبه، وتب إلى الله فقد أمرك الله بذلك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا، فلنتب جميعا من الذنوب والمعاصي والآثام. الله عز وجل قوي، وانظر إلى خلقه العظيم يهديك ويدلك على كمال قوته. هذه سماواته، وهذه أرضه، وهذه جباله، وهذه بحاره، وهذا خلقه، وكلهم من جنوده، والملائكة من جنوده.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت جبريل على هيئته وخلقته التي خلقه الله عليها، له ست في الأفق، له 600 جناح، الجناح الواحد قد سد ما بين الأفق، الجناح الواحد من 600 جناح من أجنحة جبرائيل عليه السلام قد سد الأفق. حينما أمره الله أن يأخذ قوم لوط أخذهم بجناح واحد، ما استعمل أجنحته كلها، وإنما استعمل جناحا واحد لهلاك قوم بأكملهم وقرية بأكملها. أخذها حتى رفعها إلى عنان السماء، ثم قلبهم على رؤوسهم فلم تبقى إلا كلابهم سمع نبيحها. أما أولئك فقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى. جناح ملك أهلك أمة وأهلك قرية بكاملها. أفنأمن بعد ذلك مكر الله؟ حبس الله العالم في زماننا بفيروس كورونا، بفيروس لا تراه الأعين، بفيروس لا يرى بالعين المجردة. حبس أمريكا في منازلها وأوروبا في بيوتها، ما استطاعوا أن يزاولوا أعمالهم ولا أن يمارسوا وظائفهم ولا أن يخرجوا إلى مطاعمهم ومشاربهم. ورأى الناس ما رأوا من قوة الله وحبس الله لهم بفيروس لا تراه عينهم المجردة. فكيف بمن هو أعظم؟ فكيف بمن هو أعظم؟ فاحذر عبد الله، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. فلنتق الله معاشر المسلمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يزيد الإيمان في قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يرزقنا توبة نصوحا صادقة تجب ما قد قدمنا من أعمال سيئة وقبيحة لا يحبها سبحانه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين، وأن يذل الشرك وأن يذل المشركين، وأن يدمر أعداءه أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على حرب الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد باليمن وببلاد المسلمين سوءا كائنا من كان، عربيا أو عجميا، من أراد بها سوءا اللهم أشغله بنفسه واجعل تدبيره دمارا عليه ورد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك أن ترد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.